طريقة تغيير اسم معرف لقناتك. طبعا كلنا عارفين ان اللي ملحقش اختار اسم المعرف لقناته، طبعا اليوتيوب عامة بيختاروا اي اسم عشوائي. تمام. طيب انا دلوقتي قناتي اختار لها اسم عشوائي. تمام. فانا عايز اغير الاسم ده واخليه اسم سهل وبسيط كده والسهل العثور عليه، بحيث لو اديته لاي حد يقدر يدخل ويبحث على قناتي تبقى موجودة بسهولة او يعثر عليها بسهولة. تمام. ولكن زي ما انتم شايفين ده قناة اسمها مهندس. هنا كاتب لي اسم المعرف عشوائي. اسم المعرف لو انت لاحظت كده بصيت عليه هتلاقيه @user dash كيو واي 5 اس ان 5 بي جي 2 او 2 بي. تمام. ده اسم المعرف. انا عشان اديه لحد ويقعد يكتبه، مثلا يكتب يوتيوب على صفحه على المتصفح، يكتب يوتيوب وبعد ما يكتب يوتيوب بعد كده يبدا يكتب الاسم المعرف ده، فهيكون صعب صح؟ طيب احنا النهارده بقى هنتعلم ازاي نخلي اسم المعرف بتاعنا سهل، زي ما انا كاتبه كده في قناتي. ده اسم المعرف بتاع قناتي. تمام. لو لاحظت كده هتلاقيه @art 6 4 حروف بس. تمام. طيب احنا ندخل بقى على القناه وازاي نبدا نغير اسم المعرف بتاعنا. تمام. اول حاجه ندخل على استوديو اليوتيوب. بعد كده هنختار حاجه اسمها التخصيص. تمام. بعد ما اخترنا التخصيص هنبدا نضغط على نختار حاجه اسمها المعلومات الاساسيه، نضغط عليها. تمام. هي كده هيجيب لك اسم المعرف. لو انت لاحظت كده عشان تيجي تكتب اللي هي يوتيوب وبعد كده سلاش @user dash والحروف دي كلها، بص اسم المعرف كبير جدا يعني. فحضرتك احنا هنغير اسم المعرف، ممكن نخليه مثلا حرفين ثلاثه، الكلام ده كله يعني. ممكن نيجي مثلا نكتبه طبعا عربي هنكتب مثلا AHS. تمام. ونجرب كده. تمام. بيقول لك سبق ان اختار المستخدم مستخدم اخر الاسم المعرف هذا، ليك اسم معرف متاح. تمام. هو اختار لك اسم معرف متاح اللي هو AHS 872. تمام. هو بيقول لك حد اختار الاسم ده. طيب احنا ممكن نزود له 6 ونجرب. تمام. سبق ان اختار اسم المعرف. طيب ممكن نزود له 8. احنا بقى نقعد نجرب كده لحد ايه ما يعني. بقول لك برضو جايب لك علامه تعجب ان في حد خده. طيب احنا ممكن نجيب 88 مثلا. طيب هو كده اختار لي اسم المعرف، طالما جاب لي علامه الصح وجاب لي الرابط كده فهو اختار. تمام. فانت كذلك الامر برضو هتعمل الخطوه دي. اول ما هتضغط على كلمه نشر خلاص هو بدأ ينتشر معاك. تمام. زي ما انتم شايفين بعد كده انت هتيجي تروح محدد الاسم كده. تمام. وتاخده كوبي وتيجي تفتح صفحه جديده وتروح حاطه. تمام. زي ما انت شايف فتح معاك القناه هنا اسمها مهندس. تمام. مهندس. تمام. فانت شايفين دلوقتي احنا خلينا الاسم ايه بقى AHS. تمام. تمام. زي ما انتم شايفين كده مجرد ان احنا خدنا اللينك وحطيناه. تمام. طيب انا ممكن اجي اعمل هنا واروح كاتب مثلا مثلا خليها يوتيوب. تمام. بعد كده هاجي هبدأ اعمل اللي هو السلاش بتاعي. تمام. بعد ما اعمل سلاش اروح كاتب AHS واكتب 88. تمام. وهقول عفوا احنا نسينا نكتب الات، يعني لازم نكتب كده ات الاول. بعد ما نكتب الات هنكتب AHS 88 وهنضغط كده. القناه فتحت معانا. طيب تعالى نجرب تاني. هندخل على اليوتيوب، يعني اليوتيوب معانا اهو. تمام. فلو مش عارف يعصر عليك انت هتدي له، مجرد ان انت هتدي له الاسم هتقول له اكتب الاسم كده في البحث. مثلا هنعمل سلاش مثلا وبعد كده نعمل بعد كده هنكتب طبعا الاسم المعرف اللي احنا كتبناه اللي هو AHS 88 وهنقول انتر. ممتاز جدا يا شباب. فتح معايا القناة بتاعتي. تمام. ده كان ازاي تغير اسم المعرف بتاعك او تعمل تغيير لاسم المعرف بتاعك على قناتك على اليوتيوب عشان يبدأ اي حد يعثر عليك بسهولة. اتمنى اكون افدتكم. لو عجبك الشرح لا تنسى الاشتراك في القناة وفعل الجرس على الكل. اشوفك في فيديو جديد. احلى جمهور في الدنيا حبايبي. السلام عليكم.